السلام عليكم يا جماعه. النهارده عايزين نعمل حاجه حلوه كده وجميله جدا ومن البيت، اقتصاديه قوي قوي قوي. عندي تفاحتين، وعندي شويه عنب قطعتهم، وعندي نص كوبايه جوز الهند، وعندي معلقه قرفه بتخليها الحشو حلوه قوي قوي، ونص كوبايه سكر. بس تعالى اقول لكم بقى هنعمل ايه. هنعمل النهارده الفطير المطبق اللي محشي فواكه، بس طعمه جميل جدا جدا. اول حاجه هحط التفاح عليه ربع كوبايه ميه عشان هو بينزل ميه، ربع بس كده، ايوه بس. وخليه بقى يتسلق، وما يخش على سوا بحط له السكر بتاعه عشان مش عايزاه يبقى خفيف. بروح بقى اجيب نص كيلو دقيق، نحط كوبايه ميه على على نص معلقه، على ربع معلقه ملح صغيره، واقلبهم. عجينه الفطير وعجينه الرقاق، عجينه المعتدله اللي هي للفطاير، وهعجنهم بقى. هعجنهم هتبقى عجينه صغيره قوي. اما تعجني العجين تعجنيه وتحطي الميه حبه حبه، عشان ما تحطيش الميه تكتر منك وتضطري تجيبي دقيق. ممكن يكون ما عندكيش دقيق فتبوظ العجينه. انت بتحطي حبه حبه لحد ما تلمي العجينه كده وتحسي ان هي تخينه، تروحي بقى ماسكاها بقى بايدك كده وتروحي لتها لتتين تلاته كده، تقعدي 5 دقايق تعجني فيها. كل ما العجينه تنعم في ايدك كل ما النتيجه تبقى جميله جدا، والعجينه تبقى ناجحه. عجينه بقى عجينه كويسه كده. انا بس بلم الدقيق كده داخل في بعضيه كله. اهو بصي بقى، شوفي العجينه تخينه، انا بقعد اعجن فيها بقى لحد ما تلم الميه دي كلها والسائل ده كله، وايدك تنضف من العجين. اول ما ايدك تنضف من العجين هتعرفي ان العجينه بتاعتك خلاص كده ناجحه. هي بصي جامده، بصي عامله ازاي وناعمه جميله ازاي. اغطيها بقى ترتاح شويه، يعني 10 دقايق كده. وبعد كده بقى اجيب المفرش بتاع العجين، احط فيه شويه زيت عشان ما تلزقش فيها، واجيب بقى العجينه واقطعها كور صغيره. اقطعها بقى كور صغيره كده، او حاجه اعملها زي الرول طويله كده، زي ما انتي بتقطعيها عادي، باي طريقه. بس دي طريقه سهله جدا، انتي بتقطعيها بتعمليها رول كده متساوي، وبتجيبي السكينه وتقطعي كده قطع متساويه كلها. يبقى قطعها كلها قطع متساويه زي ما انت شايفه كده. بتبقى يعني فطير مشلتت محشي فاكهه تحفه. هو زي فطير مشلتت بالظبط بس محشي فاكهه. وتسويه بقى في الطاسه، ما بياخدش منك وقت خالص. التفاح استوى اهو. حط حبه سكر كده، زي ما السكر زي ما انت بتحبي، وتديه تقلبتين كده لما السكر كله يدوب في التفاح، وتهركيه كله ببعضيه، تهرسيه ببعضيه كله اهو. ممكن تحطي التفاح ني عادي، بس هيغمق منك في التفاح، هيبقى شكله مش قوي يعني، عايز تاكل في ساعتها. انا بسلقه عشان بيبقى عامل زي الجيلي كده جوه الحشو، بيبقى جميل. قطعتهم وهما بقى هغطيهم لما يرتاح العجين شويه. حطي بين الكوره والكوره حطي زيت، حبه زيت عشان ما يلزقوش ببعضيهم. غطيهم بس عشان الوش بتاعه ما ينشفش. بعد كده بقى اجيب واحده واحده اهو، فردتها زي فطير مشلتت، طبقتها اهي. واحط بين كل طبقه وطبقه يعني ايه، مسحه زبده عشان ميبقاش تقيل قوي. تعمليها فطيره صغيره كده، بتقليها في الطاسه، بشكلها بيبقى جميل جدا. بصي مسحه الزبده بايدك ازاي بس عشان يبقى خفيف. صدقيني بتبقى الفطيره دي خطيره، بتبقى حاجه مسكره جميله جدا، يمكن احلى من الجلاش. برفق كده تقعدي تعمليها فيها لما تتفرد معاكي. حتى اللي بيعرفش يعمل فطير، هو بس كل ما يخف ايده هتلاقيها اتفردت معاكي بحاجه بسيطه. بس انت تفرديها الاول بحب الزيت، ما تفردهاش بزبده او بسمنه عشان ما تقطعش معاكي. الزيت بيساعدها على انها بتمتد كده وتتفرد كتير. اجيب بقى التانية اللي انا طبقتها، انا بعملها 2 عشان احط فيها الحشوه، عشان الحشو ما يقعش مني ويقع في الطاسه ويبقى ده التفاح اللي انا عملته. بصي سلقته وحط عليه معلقه قرفه، طعمه جميل جدا جدا. استنى عشان لما برد بقى.
الحشوه اللي بتحبيها. والعنب برضو انا شوحته كده على النار برضو بشويه سكر برضو كده وعملته جميل جدا. ممكن تدوبي معلقه نشا في معلقتين لبن لو تحسي ان هو مش متماسك مع بعضيهم، بس على حسب الحشوه اللي انت عايزاها تعمليها. طبقتها اهي خلاص كده كده. هحطها في الطاسه واقليها طعمها تحفه. ودي واحده تانية اهي اعملها لكم برضو. بطبق اول واحده 4 يعني كده مربع واركنها، واجيب واحده تانية افردها واحط دي تحت الحشوه عشان الحشو ما يقعش منك. لو هتعمليها بقى فاضيه ممكن تقليها هي كده بس تبقى رقيقه قوي. بفرد بقى واحده تانية اهي. انا بحط 2 داخل بعضيهم، وهي شوفي التانية انا فردتها مربعه. حطي بقى دي عليها الحشوه عشان وانتي تقليها بقى تقلبي فيها شمال ويمين ما يتفكش منها الحشو. العنب اهو شوحته على النار العنب، وجبت معلقه نشا وحطيت عليها مع شويه ربع كوبايه لبن، وعملتها زي المهلبيه بقى عشان العنب ما يفرطش مني. وعندي برضو كنافه كده حاطه عليها شويه كنافه بيبقى طعمها خطير. الحشوه اللي انتي بتحبيها ابصي بقى واروح قافله عليها. وبعمل واحده بالسكر والقرفه بس، يعني تجيبي حبه سكر تحطيهم في الحشوه دي وعليها قرفه. انا حاطه قرفه على الفاكهه دي بتخلي حته جميله. بقليها بقى نقدم بس الطاسه اهي بصي. صدقوني حتى الفطير المشلتت لما تقطعيه لما تعمليه صغير كده وتقليه في الطاسه بيبقى طري وبيبقى جميل جدا عن الفرن يمكن بتنشفه شويه. واللي وصل لحد هنا يا جماعه يعمل لي اشتراك في القناه ويعمل لي لايك للفيديو ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد مني. بصي بقى قليتها طعمها تحفه. تحطي بقى على سكر بودره كده وتقدميها شكلها جميل. حتى لو ما عندكيش فاكهه وعملتيها فاضيه ما تحشيهاش حاجه وحطي عليها سكر بودره طعمها جميل. اول الفطار الصبح للاولاد حاجه كده تغيري بيها الحلو شويه اللي بتعمليه. بصي بقى طلعتها شكلها جميل جدا. حطي التانية. هي بقى لو فيها زبده بطلعها من الرقاق نفسها من الفطيره نفسها. جميله. الطاسه بتسويها حلوه قوي قوي عن الفرن صدقوني، بتبقى طريه وبتبقى جميله جدا. اسوي واحده تانية احط عليها بقى ارش عليها بقى. هي طالعه سخنه كده برش عليها سكر بودره عشان يبقى شكلها حلو ويبقى شاربه من السكر بتبقى جميله جدا. هي اصلا بتبقى سخنه بتاكل سخنه تحفه. يعني بص بقى بعد ما خلصوا اهم النص كيلو عمل 7 فطاير بس يعني حلوين كبار. وزوقهم بالعنب والتفاح بقى طعمهم خطير وتحفه. حاجة حلوة بتعمليها من البيت اقتصادية جدا جدا. ممكن لو عندك حد وتعمليها فاضية وتقليها كده بسرعة وتقدموها لهم شكلها جميل جدا جدا. عندك اي حشوة في التلاجة، عندك مربى، عندك عسل، عندك اي فاكهة في التلاجة، عندك خوخ قطعيه كده وشوحيه على النار بحبة سكر وتحشي بيه. بحشيها باي حشوة بتبقى طعمها جميل جدا وطرية كده وجميلة جدا ودايبة في بقك كده والله. من الهنا والشفا حاجة جميلة كده. بص شكلها تحفه ازاي. وشكلها ما تقدميها لحد شكلها جميل. تقطعي بقى 4 ارباع كده وتقدميها في السيرفيس كده. تحطي عليها الفاكهه اللي انت حطاها او ترشي عليها عسل